هو الاهلي، هو رقم واحد. ومش بتكلم في نتيجه. مبروك لكل الاهلاويه. الاهلي بطل السوبر، واسمع اللي اقوله لك ده وحاول تستوعبه. السوبر رقم 22 اللي بيتلعب في مصر. استوعبت الرقم؟ خد اللي بعده. الاهلي يفوز بالسوبر ال15 في تاريخه. مصر، جمهورية مصر العربية، لعبت 22 سوبر. النادي الاهلي اخد 15 سوبر. بقيت مصر خدوا 7 سوبر. الاهلي 15 سوبر، رقم 2 الزمالك 4 سوبر. الاهلي بياخد السوبر الرابع على التوالي، اللي هو اجمالي عدد بطولات السوبر في الزمالك. استوعب اللي انا عمال اقوله لك ده؟ واخد بالك انت ايه؟ ولو ان الارقام دي ما تبينش عظمتك، انا مش بقول الاهلي عظيم عشان واخد لان السوبر شئنا ما بينا، دي بطوله بتتلعب من مباراه واحده، باستثناء اخر نسختين اللي بقى فيها لا، بقى فيها نديه، بقى بتجيب 4 فرق تقال. استثني دول. بطوله السوبر هي بطوله من مباراه. شوف كل فرقه على مدار تاريخها في اي مسابقه اكيد خسرت من فرق ضعيفه. في دوري بقى، لو المباراه دي حصلت في كاس، في نهائي كاس، في سوبر، هتخسر بطوله، وده وارد يحصل لان دي مباراه. لكن لما تيجي تشوف الارقام اللي بتيجي الدلالات، هتلاقي برضو الاهلي كده. هتلاقي الدوري فرق عن التاني في الدوري 30 دوري، فرق عن اللي بعده في الكاس 11 ولا 12 كاس، فرق في افريقيا عن التاني 7 افريقيا. فدي استكمالا للتفوق، استكمالا للصداره. مليون مبروك للنادي الاهلي. مش فرحان بالنتيجه، ولا هقول لك مثلا لا، انا فرحان بحاجه واحده بس، ان اللعيبه قبل المباراه دي انا كنت بقول كوره نمسك الزمالك ننفضه، بس للاسف ما عنديش ثقه في لعيبه النادي الاهلي بسبب الماتشات الاخيره، ولا كولر على راسهم يعني. اللي مفرحني اللعيبه قالت لنا انا اسف. هو ده اللي انا عايزه منك، ولازم كل لاعب يفهم كده. لا عايز منك ترقيصه، ولا عايز منك خرم، ولا عايز منك تيجي تغني معايا، ولا تطبل معايا، ولا مش عايز الكلام ده خالص انا، ولا تغيظ الفرقه الثانيه وتفضل تعمل لهم حركات. كل ده ما يفرقش معايا. عايز منك اللي شفته ده، عايز منك دم، عايز منك ناس نازله تقول حقكم علينا، ناس نازله تقول لا الاهلي ما ينفعش يبقى كده، الاهلي ما ينفعش يبقى تريقه، الاهلي ما ينفعش يتم تناوله كده بالسخريه دي. انا زعلان ان المباراه انتهت تعادل. انا كده ما بعتبرش ان الاهلي فاز. الاهلي فاز بضربات الترجيح، لكن المباراه انتهت تعادل. ليه زعلان؟ لما يبقى في مباراه فيها 3 انفرادات، وواحده انت والشبكه فاضي، وواحده في العارضه، وواحده في القائم. لا، ما ينفعش باي حال من الاحوال. الكوره الشوط الاول ده يخلص 0-0، وانا عارف ايه السبب. خلي بالك يعني فكره اللعيبه كجهد وكعرق، وعايزين يدوا، عايزين يعتذروا لك فعلا، ولان زعلك فعلا شاغلهم وعايزين يرضوك، حته الاعصاب، حته الهدوء ما كانتش موجوده. وللاسف انت بتبقى اكتر حاجه محتاجها وانت منفرد بالمرمى انك تكون هادي، لكن كان في توتر. ليه؟ لانه خايف من رد فعلك، خايف من زعلك، لان اللاعب عارف قد ايه جمهور الاهلي لما بيفرح بيعلي اللاعب، وعارف زعله عامل ازاي، وعارف ان هو ما بيتكلش، ما بيضحكش عليه بلقطتين. مش ده جمهور الاهلي. اللي حصل النهارده في المباراه، بدات المباراه النادي الاهلي باللي انا بقوله دايما واللي كل الاهلاويه بيقولوه: النادي الكبير لا يصح ان يكون رد فعل. النادي الكبير بيبادر، النادي الكبير ما يقفش في نص ملعبه يستنى الخصم يجيله، والنادي الاهلي ما فيش اكبر منه. بدا كولر بضغط غير طبيعي، ضغط حسين الشحات بيضغط، وسام طبعا ما شاء الله عليه في الضغط، هو وطاهر محمد طاهر حاجه مش طبيعيه. بيجي من وراهم امام عاشور بيضغط، مروان عطيه الله اكبر عليك يا ابني ما شاء الله. انت تحس كده ملعب النادي الاهلي من غير مروان عطيه تلاقيه عامل كده يا تلاقيه عامل كده. طول ما مروان عطيه في الملعب مظبوط. لاعب عامل يعني عينه كشف الملعب كله، بلغه بقى المحللين عامل سكان من قبل ما الكره تجيله. الراجل قبل ما الكره تجيله عارف هيعمل، عارف هيوديها فين، قاري المشهد. بيضغط، ما بيبخلش بمجهود، بيعرف يفتك الكوره، بيعرف ينقل، بيعرف ينزل يفضي مساحه. احمد نبيل كوكا النهارده ما شاء الله عليه عمل برده ماتش هايل جدا. قدر يخلينا، وده اللي كنت بقوله، قدر يخلينا نمسك كوره. لما كان نص الملعب فيه اكرم توفيق وكريم نيدفيد، قفشه اتظلم، مش عارفين ننقل كوره. لكن النهارده كوكا لعيب كوره، مروان لعيب كوره، قدروا يستلموا. هنا ياسر ابراهيم طلع براء، الناس كانت ظلماه ان الكوره ما بتطلعش، ما بنحضرش. ياسر ابراهيم ما بيعرفش، ياسر ابراهيم لازم يطلع على حد،
لما لقى اللي يطلع عليه. انت في حاجات، في لقطات كمان يا ريت كان الواحد ينفع يعرض لقطات اما بتبقى الدنيا في ضغط عالي مع مروان حتى ونزين بواحد زي ده، كنت بتشوف كوكا بيروح من ورا اللاعب اللي اتقدم عشان يضغط ويستلم، وعملها كوكا اكتر من مره، وده كلام مش جاي من فراغ، لكن عشان تنفذه عندك لعيبه كوره، هي دي كانت المشكله. اكرم توفيق ما لعبش غير باك يمين، وما شاء الله عليه. من وجهه نظر اكرم توفيق يصنف من افضل باكات اليمين في افريقيا. حتى على المستوى الهجومي لا، اكرم توفيق بيروح حته شويه، بس العافيه دي محتاج بس ايه، نزود له زيت الفرامل بس شويه، او نرجلش له كده التيل كده شويه، عشان هي دي بس اللي ناقصاه. لكن اكرم توفيق لا بيضحك عليه، لا بيترقص، كره مشتركه بتاعته عالي ارض طالع في الهجوم، بيعرف يستلم، بيروح بتبقى مزنوقه بيعمل بكعبه، بيلم لجوه، بيخلق لنفسه مساحه يعرف يشتغل منها. اتمنى ما اشوفش اكرم توفيق يلعب نص ملعب تاني، لان مش بتاعته، وهو مش بيحب المكان ده، هو قال اكتر من مره. المباراه في عز ما انت كده بيجي امام عاشور يعمل واحده لحسين الشحات، الزاويه اللي على شمال حسين الشحات فاضيه خالص، طالع عواد من احد نجوم المباراه، خلينا نقول الحقيقه يعني، بدل ما تقفل رجلك يا حسين وتحطها، او تفتح وش رجلك او تحطها في البعيده، لا انت خدتها زي ما هي كده في بطن عواد. ضاعت الانفراد، انفراد ما يضيعش. شويه وسام كان عامل ازعاج مش طبيعي على فكره، وسام لدفاعات الزمالك، لكن الترجمه، واعتقد الحاله اللي الفرقه فيها خساره مباراه، غضب جماهيري، الدنيا مش مظبوطه، العيال عايزه تعمل حاجه لكن مفيش التركيز. لان شفنا وسام في الانفرادات بيحطها ازاي في اكتر من مباراه، وشفنا وسام في الدوري اللي فات، وسام ضغط رغم ان هو كان بعيد، فتح سبرنت وراح ومد رجله واخدها، اعتقد من حسام عبد المجيد او المسؤول واحد فيهم، وراح انفراد. لو وسام مركز او مش خايف او مش متوتر، طلع بره لحسين الشحات هو والشبكه. لكن وسام حب يلعبها، ولما حب يلعبها بالزاويه الضيقه دي عمرها ما تيجي غير ان طالع لك قوم عاملها تشيب من فوقيه، هتروح في البعيده جوه. لكن وسام برضه زي اللي عمله حسين، عايز يحط الكوره، عواد بيطلع قافل كويس بيصد الكوره، بس كده ضربه حره مباشره، والاهلي مسيطر على نص الملعب، ضغط على الزمالك، مفيش تنقل مفيش نقل خالص. كوكا ومروان عطيه هم شكل الاهلي، هم اللي مخلين لا ناصر ماهر عارف يتحنجل، لا عبد الله سعيد عارف يستلم، زيزو يحيى عطيه الله بامانه ونص الملعب قافلين تماما. لكن برضه لازم اقول لك حاجه، ان زيزو لاعب ذكي وصايع شويه. زيزو تقريبا الشوط الاول ما جراش، والشوط الثاني بدا يمكن من الدقيقه 60 حاجه و60 بدا زيزو يجري. انا شفت اخر الماتش كل الفرقه واقفه، هو زيزو بس اللي بحالته، وده ذكاء يحسب له، والمكان معلم في الموضوع ده كان محمد بركات، فقدر فعلا يعني ايه يوفر مجهوده. لكن ساعده على كده ايه، ان النادي الاهلي ما ترجمش، فانا بوفر مجهود، النتيجه 0-0 احنا ماشيين كويس. لكن لو واحد او اتنين من الفرص اللي ضاعت دي ما كانش الموضوع ده حصل. يحيى عطيه الله دخل حط الفاور، فاور كويس جدا يعني، حطها تيجي في العارضه وبتروح، بعدها فاور تاني بالامانه لعبها عالميه. وسام ابو علي صعبه جدا برضو، بتيجي في حرف القائم وبتطلع بره. فرص كتير جدا، يمكن الزمالك الشوط الاول تقريبا ملوش تسديده ضعيفه من ناصر ماهر بتيجي في ايد الشناوي على الماتش كويس جدا. هقول اختبارات مش كتير، خلينا برضو ندي الشناوي حقه، لكن كوره بس هي اللي جات له وقعت من ايده، كان شكلها ريكب وجت ضربه ركنيه، كانت ممكن تشكل علينا خطوره. انت عارفين الزمالك متميزين قوي بسبب اوفرات المسلوسي وطول القامه، اوفرات زيزو وطول القامه بتاع حسام عبد المجيد والمسلوسي، بيعرفوا يلعبوا قرارات كويس، فضايقتني. لكن بعد كده الشناوي لا، طلع بالبوكس وشال في ضربات الجزاء، لازم اديله حقه بس لما نجيلها. انتهى الشوط الاول، بدانا الشوط الثاني، لعيبه الاهلي برضو نفس الاداء، تراجع، بس التراجع ده هو مش قرار قد ما هو صعب قوي اي فريق يقدر يلعب ضغط 90 دقيقه. واحنا عارفين ان احنا عندنا كمان اللياقه البدنيه في النادي الاهلي الفتره الاخيره دي محتاجه تزيد شويه، مش افضل حاجه البدني عندنا. غير بقى طبعا انت هناك في الامارات سمعنا ان نسبه الرطوبه بعد المغرب بتبقى عاليه جدا، ففكره انك تقدر تجاري ده، فكانت عندنا مشكله كبيره. كان يتوجب هنا تدخل تكتيكي معين يخلي حاجه تعوض بطء الارتداد، لان الارتداد عندنا كان بطيء، فجت علينا كام فرصه بسبب المساحات والرجوع بطيء من حسين الشحات، اللي ما عملش افضل حاجه لكن كان كويس، مش هقول وحش صراحه حسين الشحات، وبالامانه كان جاب خلاص، كان تعب حسين. رامي ربيعه مش عارف اقول لك ايه يا ابني، ما شاء الله عليك، متحامل على نفسك من ايام ساعه ماتش المنتخب، وعامل ماتش كبير جدا. ياسر ابراهيم انا بحبك، انا الناس تنتقد فيك ما تنتقدش فيك، انا في ناس بالنسبه لي كده، انا ياسر ابراهيم انا بحبك، انا شايفك راجل، شايفك لاعب جامد، بيحصل في ماتشات مش مركز فيها وانا بطلع انتقدك فيها، بس الاساس بتاعك ان انت ياسر اللي شفناه النهارده ده، الراجل اللي عنده دم، اللي ما بيضحكش عليه. بتحصل هفوات، بتحصل هفوات، لكن ده اللي شفناه النهارده، ده الاصل بتاعك، ده اساسك ياسر ابراهيم. الاثنين عملوا ماتش عالمي. يحيى عطيه الله النهارده الشكل افضل بكتير، لا بينزل بيستلم بيروح،
وانا اعتقد كمان ان التعليمات هي بتبقى من كولر ما يزيدش كتير، لان زيزو كان بيلعب ناحيته، لكن النهارده راح في اكتر من كوره، قوي في الالتحامات، كان شكله كويس في الملعب النهارده. عجبني قوي ذكائه في ضربه الجزاء، ما حاولش يغامر لعبها في نص الجون، لان وارد العبها كويس في زاويه بس الجون يروح يتوقع في الزاويه فتتصد، فكانت هتبقى صعبه قوي. اتنين ورا بعض وامام الزمالك في نهائي سوبر، وهو عارف الحساسيه في الماتش ده بالذات، فحطها بذكاء الصراحه، لكن مش ضربات الجزاء. بعد زي ما قلت لك الشوط الثاني بدا الزمالك بقى يبدا يشتغل شويه. انا بس كنتش عايز النتيجه تيجي حاجه و60، لان الزمالك ما عندوش دكه. انت لو لجأت لدكه البدلاء الدنيا هتتنشط عندك. امام عاشور يطلع، امام عاشور النهارده قد يكون يعني الشكل افضل من اللي فات في كام واحد، لكن بصفه عامه لا، امام عاشور مفيش مردود خالص، فكان لازم خروجه حتى من بدري. حتى التسديدات ده جاله واحده يا راجل نازله له، دي جول، دي يمكن دي اسهل من انفراد وسام ابو علي. نازله عايز توقف وقف، عايز تاخد فيرست تايم جول حط، قلشت. كام شوطه تانية تطول منه هو بيوقف فيخش لاعب يعمل تاكلينج معاه، الشوطه تطلع وحشه. واحده من حسين الشحات فيرست تايم ضيعنا. لكن الزمالك ضيع فرصه خطيره جدا، وما اقدرش الوم فيها رامي ربيعه، لان رامي ربيعه ساعتها بيلعب برجل واحده، سمانه رجله مش قادر خلاص، عمل التاكلينج لان التعب بعدم تركيز، ما لمس الكوره راحت لزيزو حطها لسيف الجزيري هو والشبكه. سيف الجزيري اتحسب الكورنر، بس هي اصلا سيف الجزيري طلعها بره او حسب الضربه بالمرمى مش فاكر، لكن الحمد لله الكره دي ضاعت، ودي اخطر فرصه للزمالك، ودي ما جاتش الا نتيجه استغلال زي ما قلت لك. لعيبه النادي الاهلي اهلكت بدنيا، بقى فيه الارتداد مش سريع، كمان مشكله اصابه طاهر من الناس. بس يا طاهر قرارات بس تتظبط شويه، امتى ارفع امتى شوط امتى اقف، هي بس حته القرارات، لكن مجهود دم رجوله، لعيب تعتمد عليه دفاعا وهجوما، كان بيقف على الكوره كويس، كان بيظهر لزمايله دفاعيا، كان بيرجع يرتد كويس، فخروجه اثر فعلا في الناحيه الدفاعيه النادي الاهلي بتاعه الاجناب الارتداد. لكن قدرت تخلص بالشوط الثاني، خلاص خلص الشوط الثاني، الزمالك مفيش الدولة زي ما بقول لك. انت عندك قفشه ينزل يسعفك، عندك السوليه، عندك رضا سليم. رضا سليم اعذروه هو نزل يلعب، رضا سليم عايز يقول ان انا موجود، فتلاقيه كتير كان بيروح لوحده بالكوره، لكن برده ما كانش فيه مسانده معاه. لكن ان شاء الله يا رضا، ولو ان ليا كلام على ضربه الجزاء ان شاء الله يعني، بس تهدى كده، لان انت لاعب خامتك كويسه جدا. انت كنت في المغرب حاجه كبيره قوي اول ما جيت الاهلي، محتاج تهدى وتعرف ان انت لاعب كويس عشان تقدر تدي. بدأ الشوط الثاني زي ما قلت لك، انت عندك ناس تقدر تشتغل بيها، الزمالك دكه مفيش. ادي شفنا محمد السيد، محمد حمدي لسه جاي اصلا، فمفيش دكه تقيله، لا في باك يمين يعوض الباك اليمين عمر جابر، مفيش حتى يعوض مش لاك دوت بنتايك، نزل محمد حمدي يعوضه. طبعا شيكابالا اراهنك ما في اهلاوي ولا زملكاوي شاف شيكابالا على الخط الحمد لله الاهلي فاز، واللي بيتفرج عليه وقال غير كده يقول لي انت كداب. الشوط الثالث الشوط الرابع انت اللي مستلم الكوره، الزمالك مش قادر، مش نتيجه بقى ضعف بدني، ونتيجه الخامات اللي بقت في الملعب. ناصر منسي اصلا لاعب يعني لاعب كوره، والله مش بتكلم عشان حاجه، لا انا فعلا وصفي لانه لاعب كوره على قده قوي، فمش هينفع تعمل عليه محطه غير الجزيري، فكان مفيش خالص، مفيش خلاص غير هو زيزو اللي كان مدخر جهده. غير كده فرقه الزمالك وقعت، والبدلاء اللي نزلوا مش بقيمه ابدا المباراه، ففضلوا واقفين في نص ملعبهم اللعب على التشتيت، معتمدين بقى على ان هو يعمل كتله قدام ال 18 او قدام منطقه جزائه ال 11 تحت الكوره، مع تالق عواد، مع الحاله البدنيه بتاعت الاهلي ما كانتش افضل حاجه، فما قدرش الاهلي يوصل لمرمى عواد او يشكل خطوره قوي في كورتين، وما نقدرش نقول يعني واحده بتاعت امام عاشور وواحده بتاعت سيد الشحات، في واحده لوسام برده طلع زياده بالدماغ. لكن في النهايه انتهت المباراه 0-0 بصفاره. امين عمر لعب ماتش كويس جدا. في حد هيطلع يقول لي كان لنا فاور، هقول له لا، هم كمان كان لهم فاور. انا ما يشغلنيش ظلمت ولا ما ظلمتش، انا يهمني في المقام الاول ان معيارك واحد، ما بتحسبش للشحات لما وقع، ما بتحسبش لامام عاشور، ما حسبتش لزيزو، ما حسبتش لبشلاك، انت راجل عادل. انت النهارده يا امين عمر عادل من وجهه نظر انا، انذاراتك كلها في محلها، قراراتك سليمه، كلامك مع اللعيبه لا بصراحه النهارده امين عمر انا كنت خايف من التحكيم، ولازم اشيد، مش اشيد لان هم عملوا العداله، لان مستحيل هشكر في محمود عاشور ده مهما حصل الغاء الهدف. لكن انا عايز اسال سؤال بس، الكوره وهي بتترفع كان سيف الجزيري اوفسايد، وتدخل في الكوره ولمسها بدماغه، فجه بعدها الكوره جت هدف. السؤال هنا انا بستدعي الحكم ليه؟ يا كابتن الكوره تسلل، فهيرفع ايده تسلله خلاص. انا بحسبه بيستدعيه ليه؟ انا لما استدعاه قلت عشان المسلوسي كان واقف ورا محمد الشناوي لما الكره اتشاطت، فقلت يبقى هو يقول لك المسلوسي متداخل هنا بقى انا ما عنديش مشكله، هات الحكم
ويتدخل عشان يشوف المسلوسي هل هو تداخل ولا ما تدخلش، وده اللي توقعته. لكن لقيت له بيعيد لكره ان المسلوسي والكره بتترفع اوف سايد. انت ليه بتبعت للحكم؟ انت تقول له على طول يا كابتن الكره تسلل، هيرفع تسلل وخلصنا. لكن الحمد لله كانت صدمه بالنسبه لي. 28 دقيقه حابسهم في ال 18 وفي نص ملعبهم، ومش معقول يعني هنفضل طول عمرك كده تفضل محبوس في نص ملعبك، تلعب بيراميدز محبوس، وفي الاخر كل مره ضربات الجزاء وتطلع تزيد. احنا يعني على قد ما انا فرحان للاهلي، على قد ما انا فرحان ان ربنا رحمني من فرحه مؤذيه، فرحه مزعجه، فرحه مهلكه للاعصاب. مش عايز ابالغ في الفرحه قوي يعني، بجد يعني والله مش ردا على حاجه، مش حاجه تفكرني برد على حاجه، لا هي في الاخر بطوله سوبر، اسمها بطوله شرفيه. كويس قوي ان الاهلي اخدها الحمد لله، خدناها بضربات الجزاء، ما خدناهاش مكسب مباراه، لكن في النهايه الحمد لله على الفوز. جت ضربات الجزاء، وضربات الجزاء بقى عشان اقول لك بامانه احساسي، اول كره دخل قفشه شوت انا كنت قلقان. يعني انا في قفشه في ضربات الجزاء ما بشكش فيه رغم حب القفشه، وشفت قفشه مع نزوله الكره كانت في رجل مين، ما شاء الله عنده قدره غير طبيعيه على ان الفرقه يخلي الفرقه هي اللي ماسكه الكوره. ميزه رهيبه في قفشه بامانه. دخل قفشه حطها بدون فلسفه في نص الجون عاليه شويه، الهدف الاول. دخل بعد كده بص في 2 في الزمالك، يعني انا قبل تبدا البلانتيات والله العظيم قلت كده في 2-0 للزمالك مبدئيا. عبد الله السعيد وزيزو ما تحاولش، زي ما في كريم حافظ كده في بيراميدز ما تفكرش، يعني الناس دي دخلت خلاص راحت عن الشبكه. خلاص دخل بعد كده عبد الله السعيد، لكن لازم اقول على حاجه بامانه على قد شوف احنا بننتقد الشناوي في ماتشات، لكن الشناوي يا جماعه الشناوي ضربات الجزاء النهارده حاجه مرعبه. انا لو دخل اشوط وشايف الشناوي بطوله ده فارد له جسمه كده والله ما انا مش شايف الجول. يعني انا بتخيل نفسي بشجع الزمالك والشناوي واقف، سيبك بقى من الطول والبنيان، انا تقريبا ال9 كور شاطوهم الزمالك ما فيهمش ولا واحده الشناوي ما راحش معاها، على ما الذاكره على ما اعتقد كده، ممكن تكون واحده وانا الذاكره خيناني، لكن ولا واحده الشناوي ما راحش معاها. يعني عبد الله سعيد راح معاها خلاص. الثاني دخل عمر كمال حطها حلوه جدا، بعيده وقويه، مش عايز منك اكتر من كده، حطها في اخر المرمى في اخر الزاويه وقويه. توقع الجول مش هيلحق يوصل لها، وده اللي حطه عمر كمال، بعيده وقويه. دخل المسلوسي بصراحه وحشه جدا جدا جدا، لعبها ضعيفه على الارض، والشناوي معاها كالعاده صدها حلو قوي كده. دخل مروان، انا قلت مروان يجيب الثالثه دي ان شاء الله خلاص خلصت. دخل مروان بهدوء بقوه، مش في اخر الزاويه قوي لكن حلوه وقويه. الجون الثالث دخل بعد كده حسام عبد المجيد عالميه في المقص، ومحمد الشناوي كان معاه. خلاص جينا على الركله الرابعه، عمرو السوليه وش رجله جامد عاليه انسى. عارف انت انا بحب البلانتيات المستحيله دي اللي كان بيلعبها زيزو في البدايه واللي بيلعبها اسامه ابو علي اول ما جه الاهلي. وش رجلك جامد في سقف الشبكه من فوق انسى، حط السوليه حطها خلاص. بقى فاضل لنا دلوقتي املين، الزمالك فاضل له شوطين يضيع واحده منهم احنا فزنا، رضا سليم يخش الشوط 5 كسبنا خلاص. دخل ناصر منسي حطها مش حلوه، هي على الارض لكن مش في اخر الزاويه، وبرده راح معاه الشناوي، لكن لسوء حظه او لطول قامته من الاخر عبال ما نزل الشناوي كانت الكره عدت من تحت بطوف. ف يعني عارف تزعل لانه راح معاها فعلا وتوقعها زي ما توقع الاربعه اللي قبل كده. دخل بقى رضا سليم، بص ما عنديش مشكله ان اي لاعب يضيع، والله ضربات الجزاء معظم اللعيبه تضيع، لكن عندي مشكله في ان الكره تطلع قد كده زي بتاعت مثلا حمزه المسلوسي. يعني ايه مبررك انك تلعبها ضعيفه؟ يعني انت رضا سليم ايه مبررك تلعبها بالمنظر ده؟ ضعيفه قوي في نص الجون، مش يا ريت حتى في نص الجون عشان الجون ياخد زاويه، لا انت مش حاطها له في النص، انت حاططها له جنب نص الجون بيرضى. يعني هو لو راح في الزاويه دي كده كده هيصدها، لو توقع كده كده هيصدها يا راجل، ده لو راح الناحيه الثانيه وقام هيلحقها من ضعف الكوره. وحشه جدا من رضا سليم بشكل يخليني انا ما بحبش انتقد، لكن في الحاجات دي لا انتقد، مش طالب العب الكوره قويه وتيجي زي ما تيجي. لكن ايه الضعف ده؟ انا مش عارف، انت بتشوت من على بعد 12 متر ولا مش عارف تحط كوره قويه ببطن رجلك ولا بوش رجلك قويه وحط في اي زاويه. دخل بعد كده طبعا زيزو صعب جدا يعني، وش رجله جامده برضه الشناوي راح معاه، ورحنا لفقره الواحده وواحده. بيرسي ده ودخل، واللي انا استغربته ليه بيرسي ده ما دخلش مكان رضا. يعني انا والله فعلا مش كلام، يعني رضا سليم هو داخل والله ما واثق ان هو هيجيب، وكنت برضه قلقان من قفشه بامانه، وكنت قلقان من يوسف ايمن، مش لان يوسف ايمن انا شفته قبل كده بتاع ما اعرفش، ادي الثلاثه في 2 منهم ضيعوا وقفشه جاب. دخل بيرستاو، وبيرستاو اصلا بيشوط ضربات جزاء كويس قوي، ما اعرفش ليه دخل رضا قبل تاو، حطها حلوه جدا جدا، هدف. ادي الاولى. دخل محمد حمدي نموذج لكره ضربات الجزاء، جامده على الارض في زاويه جول. بقى الدور على الاهلي. دخل يوسف ايمن نفس المسلوسي بالظبط، ضعيفه على الارض سيئه جدا. ليه برضه بالشكل ده؟ مش لاقي لها عذر والله، ما عنديش مشكله، الجون يصد، بس مش كده يعني، مش بالضعف ده يعني، مفيش المسافه دي والكره تطلع ضعيفه كده. دخل طبعا شيكابالا، يجيب شيكابالا الكوره تكسب. وهنا بقى
دي مشكلتكم. يعني انت كوره هتجيبها هتاخد بيها كاس السوبر، وهتبقى هي لقطه الاحتفال، وهيبقى هو المتوج وهو ايه الايقونه بتاعت المباراه. تفتكر شيكابالا السي في بتاعه يقول ان الراجل ده ممكن يعمل كده؟ دخل طبعا وراحت اللقطه صدها الشناوي. واصلا شيكابالا كمان تاريخه في ضربات الجزاء مش كويس. فالحمد لله يمكن انا خلاص كنت ساعتها خلاص بعد ما ضيع يوسف ايمن قلت خلاص السوبر راح للاسف. لما ضيع شيكابالا انا ما اعرفش ان شيكابالا ولا دخل شوط، لما هو دخل شوط اطمنت شويه. لما ضيع يا رب كده عايزانا بقى كده ان شاء الله عايزانا. دخل يحيى عطية الله زي ما قلت لك في نص الجون من غير فلسفه، الراجل مش عايز دوشه. دخل مشلاك اللي حطها بالظبط كده محمد حمدي، نموذج برضه نموذج ضربه الجزاء بس في الزاويه الثانيه على الارض جامده في بطن الشبكه، مستحيل الشناوي راح معاها ومحمد حمدي الشناوي راح معاه. انا براجع معاك اهو. دخل حسين الشحات طبعا جامده جدا في بطن الشبكه، جول. اخيرا عمر جابر في العارضه والشناوي راح معاها. يبقى اذا الشناوي راح مع 9 كور، والحمد لله ان هي جت في الوقت ده، لان كان خلاص فاضل لك 2 بس اللي المفروض يشوطوا بعد اللعبه دي. ياسر ابراهيم وذكرياتي مع ياسر ابراهيم في سموحه كان بتاع ضربات جزاء، منهم ضربات جزاء كتير، منهم واحده في الزمالك حطها في السماء وكان بعدها الشناوي. فاعتقد ان هي لو عدت رقم 9 مش هتبقى ظريفه النادي الاهلي. في النهايه الحمد لله النادي الاهلي بيحصل السوبر رقم 15، السوبر المصري من اجمالي 22 سوبر اتلعبوا في مصر. ايوه الرقم اللي انت سمعته ده حقيقي. مبروك لكل الاهلاويه.